حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى يا جماعه عاملين البصاره من الحاجات الجميله الشعبيه من الاكلات اللي كده بتفتح النفس بجد بطريقه مش طبيعيه. عاملينها النهارده بطريقتين، والطريقتين احلى من بعض. الطريقه العاديه وكمان عاملينها بالبصاره اللي بالملوخيه الناشفه. عايزه اقول لكم بتبقى حلوه حلاوه يا جماعه مش طبيعيه. البصارة بكل تكاتها ومقدمينها بقى مع الفلفل المقلي بقى والبتنجان المخلل، يا سلام ما اقولكوش. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وكمان يلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف البصارة الجميلة بتاعتنا دي عملناها ازاي. اول حاجة بقى عندي المقادير بتاعة البصارة. عندي نص كيلو من الفول المدشوش، وكمان عندي معلقة كبيرة من التوم المفروم، وعندي بقى بصلاية كبيرة مقطعاها اربع، طماطماية مقطعاها اربع، وعندي خضرة. عندي نص حزمة كزبرة ونص حزمة بقدونس، وعندي فلفل اخضر رومي، قرن فلفل وقرن فلفل حامي. وعندي بعد كده بقى الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، والشطة. بعد كده هنروح بقى على البوتاجاز، حلتنا بقى على النار، المية تغلي، هنزل فيها بالفول المدشوش بحيث ان المية تبقى مغطية الفول بشوية كده، يعني تبقى مغطية الفول وزيادة كمان شوية. بعد كده بقى هنزل بكل المكونات اللي معايا، البصل بقى والفلفل والخضرة والطماطم، كل الحاجات اللي معايا هنزل بيها في مع الفول المدشوش عشان تستوي مع البصارة. وهي الحاجات دي اللي بتدي للبصارة طعم حلو جدا، واللون الأخضر الحلو ده من الخضرة. يعني ما ينفعش أعمل بصارة من غير الخضرة، بتديها طعم حلو جدا. بعد كده هحط التوم المفروم، مش هحطه كله، هحط نص الكمية، والنص التاني هخليه علشان اعمل بيه الطشة بتاعة البصارة. بس كده كل الكلام ده كده بقى مع بعضه، واغطي عليه واسيبه بقى تستوي على نار هادية براحتها. هاجي كده بعد كده بعد ما اسيبها كده في نص التسوية هفتح عليها واشوفها. بصوا بقى الريحة ابتدت تطلع بقى كده، ما اقولكوش ريحتها تحفة. هنزل بقى في دلوقتي في المرحلة دي بالتوابل وبالملح. توابل انا مش كتير، هو كمون والكزبرة والفلفل الاسود بس. وبعد كده هأدي تقليبة كده وارجع اغطي تاني واسيبها بقى تكمل التسوية بتاعتها. شايفين جمالها؟ شايفين قد ايه مليانة فوايد، مليانة خضار، مليانة بصل وطماطم وفلفل وخضرة، يعني حاجة كده غنية جدا بالفيتامينات، يعني ما اقولكوش. بس كده بعد ما سبتها بقى دلوقتي بصوا استوت، الفول استوى، الخضار مش استوى اتهرى كده، بقت جاهزة خلاص. هبدأ بقى اخدها واضربها في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر بتضربي بيه. بضربها في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد بقى ما بضربها كويس جدا هاخدها وارجعها الحلة مرة تانية، وبعد كده هسيبها تغلي غلوتين. بعد كده بقى هعمل الطشة بتاعة البصارة. هجيب معلقتين 3 كده كبار من السمنة البلدي، وهنزل عليهم بالثوم، باقي الثوم المفروم اللي معايا، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة عشان تتحمر بقى مع الثوم وتديني ريحة خطيرة. وهقلب بقى في الثوم كده معايا في السمنة لحد ما ياخد لون ذهبي ويوصل للمرحلة دي كده تمام جدا. هاخده بقى واروح نازلة بيه على طول على البصارة. يا سلام، هو ده الكلام. شموا بقى يا جماعة احلى ريحة. هاخد بقى كبشة كده من الحلة وانزل بيها على الطبق اللي كنت محمرة فيه التوم، علشان اخد بقى كده ايه كل الطعم، ما اسيبش اي حاجة، واروح نازلة بيها تاني في الحلة. وبس كده اسيبها بقى تغلي غلوتين كمان بعد ما حطينا الطش علشان الطعم يتركز اكتر، ويبقى كده طعمها في منتهى الجمال. بصوا بقى القوام بتاعها، عايزه اوريكم القوام، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، كده القوام المظبوط للبصارة، علشان هي كل ما بتقعد بتتقل، فما ينفعش اخليها خفيفة زيادة عن اللزوم، فبيبقى قوام وسط كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى بغرف البصارة
وكده البصارة على الطريقة الأولانية بتبقى جهزت معايا كده خلاص ما فيهاش أي حاجة. بغرف بقى الطبق، أنا بغرفت طبق واحد بس من البصارة دي. وبعد كده بقية الحلة هحط عليها بقى الملوخية الناشفة. بصوا بقى يا جماعة، دي الملوخية الناشفة ده بيبقى شكلها زي ما انت شايفة معايا كده. هاخد بقى الملوخية الناشفة دي واروح على الحلة واحط معلقتين مش اكتر، ما بكترش، معلقتين بس من الملوخية الناشفة. بيدوني كده بس ريحة حلوة وطعم كمان مميز وحلو جدا جدا. وبعد كده بقى اديها بقى تقليبة علشان الملوخية ما تبقاش يعني تدوب كده في البصارة كلها، ما تبقاش عاملة تكتلات يعني في حتة وحتة، لا. وبس كده البصارة كمان اللي بالملوخية الناشفة بتكون خلصت معايا. شايفين الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ بس لما بحط الملوخية الناشفة بقى على البصارة بسيبها تغلي غلوتين كده كمان بالملوخية علشان تاخد بقى من طعم الملوخية كده، وطعم الملوخية تركز كده ويبقى حلو جدا. وبشوف القوام زي ما انتم شايفين كده، القوام معايا وسط زي ما قلت لكم. لو حسيتي ان القوام تقيل معاكي بتزودي شوية مية، لو لقيتيه تمام مظبوط خلاص ما بتزوديش حاجة. هي كل ما بتقعد يا جماعة بتتقل، فعلشان كده ما بخليش قوامها من الاول تقيل. بعد كده بقى هحضر البصل اللي هحطه على وش البصارة. بجيب بصل بقطعه ترانشات كده زي ما انتم شايفين، حلقات خفيفة رفيعة زي اللي بقطعها للكشري كده بالظبط. وبحط عليها رشة من الدقيق، وبحط عليها كمان رشة خفيفة من الملح. الدقيق ليه بقى؟ الدقيق علشان يخلي لي البصل كريسبي معايا ومقرمش، ما يطراش مني مهما قعد، بيفضل كده مقرمش وطعمه بيبقى في منتهى الجمال. بعد كده بقى زيت سخن وانزل في الزيت ده بالبصل اللي معايا لغاية بقى ما يتحمر وياخد اللون الذهبي الحلو الجميل اللي كلنا بنحبه. هيطلع بقى يبقى بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين معايا. وبس كده بصلتنا خلصت، طعمها في منتهى الجمال. اخد البصل بقى واحطه على وش البصارة، وما اقولكوش يا جماعة على جمال الطعم بتاعها. طعمها حلو جدا جدا جدا. سهلة جدا، مليانة فيتامينات، مليانة فوائد عالية جدا. وبجد جربوا وصدقوني مش هتندموا. كمان البصارة اللي بالملوخية الناشفة حلوة جدا جدا جدا، اللي ما جربهاش يجربها وعلى ضمانتي ان شاء الله هتعجبه جدا. اكلة كده من الاكلات الحرشة كده الجميلة اللي مهما تاكلي منها بجد ما تشبعيش، لانها حقيقي بتفتح النفس جدا جدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. وجربوا البصارة بقى وقولولي رأيكم في التعليقات، وهستنى رأيكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم، لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي حبايبي.